السلام عليكم بزول فلاوين، نتمنى تكونوا كامل بخير وتلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل مهنيين. في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله رايحه ندير معكم وصفه هاد الحلوى. تقدروا تقولوا دي براسلي ولا كعكات بشوكولا والقطايف. بسم الله نروحو نبداو الوصفة تاعنا. هنايا عندي 250 غرام مارغرين، عندي نصف كاس حلوى ترك، ونص كاس كاوكاو محمص ومرحي مخلط مع جلجلان محمص ومرحي، وهنايا عندي لافاني وقرصة تاع الملح ومغرف صغيرة تاع الخميرة ما تكتروش، وعندي صفار حبة بيض. هنايا نروحو نخلطو المقادير كاع مع بعض. ندير مارغرين مع حلوى الترك وصفار حبة بيض ولافاني والقرصة تاع الملح. سيو ديرو دايما القرصة تاع الملح في الحلويات تاعكم، تعطيكم قو شباب، يعني ما يجيش صامت. بعد ما خلطنا المقادير كاع مع بعض نروحو نلمو لاباط تاعنا بالفرينة. هنايا لاباط ما ديروهاش بزاف ناشفة وما ديروهاش طرية بزاف، يعني ديروها نورمال. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاش تجي ما فيهاش السكر. على بالي كاع تقصوني تقولي ما درتيش السكر، هي ما فيهاش سكر باش يعني الحلوى تاعكم ما تجيكمش حلوة بزاف. هنا نشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. قلت لكم تجي طريه بصح ما تتلصقش في اليد بهذا الشكل، يعني كديروها هكذا تتشكل وما تلصقش في اليد. انايا لي مول ديروا اي مول عندكم بهذا الشكل. انا درت هذوما تاع الحديد اللي عندها تاع السيليكون، دير تاع السيليكون. يعني هنايا المول ماشي لازم هادو وما تعمروهمش بزاف، برك رايحين تنفخوا في الفور، ما يعني سيو كيفاش ما تعمروهمش بزاف. انا نروح ندير لا كونتيتي اللي عندي كامل نشكلها بهذا الشكل. والفور تاعكم ما بين ما تخدموا وتشكلوا شعلوه، يعني لازم يكون سخون. ونروحوا ندخلوا تاعنا الحلوى تاعنا للفور حتى تلقاوها الاطراف بداو يحمروا، طفيو عليها. هنايا بعد ما طابت الحلوى تاعي شوفوا كيفاش كي تشوفوا الاطراف بداو شال حمارو نحيوها خلاص. شوفوا كيفاش طيب، يعني الحلوى تاعكم طيب حمرا الله وتجي مبسه، تجي بزاف بنينه صراحه، وما تجيش حلوه بزاف ما فيهاش سكر. يعني الحلاوه تاع حلوى الترك والشوكولا تكفي، ما تحقش السكر بزاف. انايا بعد ما ديموليتها خليتها تبرد، ديروها تمتم، يعني حلوة سهلة بسيطة وما تاخدلكمش الوقت بزاف. وهنايا عندي كمية تاع الشوكولا البيضاء ذوبتها، زدت لها مغرف تاع الزيت مع 2 معارف كبار كاوكاو محمص ومرحي. يعني كي تذوبوا الشوكولا تاعكم على بالكم الشوكولا البيضاء سونسيبل بزاف، وكي تذوبوها قعدوا تحركوا فيها باه ما تفسدلكمش. انا قلت لكم درت كميه تاع الشوكولا. هنايا صديبوا الكميه تاع الكاطو اللي عندكم، ديروا كميه تاع شوكولا ذوبوها، زيدوا لها شويه مغرف تاع الزيت. قلت لكم صديبوا لا كونتيتي بصح ما تكتروش الزيت. انا درت مغرف تاع الزيت وحركتها مليح حتى ذابت، وزدت لها 2 معارف كاوكاو محمص ومرحي. هذا هو الشكل تاعها. هنا نروح ندير جهة بالشوكولا، يعني التزيين قاعد اختياري، ماشي لازم ديروها كيما انا. تقدروا ديروها بالشوكولا كامل، تقدروا ديروها بالشوكولا مارون ولا نوار. هنايا الذوق يقعد ليكم، يعني ليسونسيال انا مديت لكم الوصفة والفكرة، وانتوما ديروا كيما تحبوا. وهنايا النص الاخر نروح ندير لها المعجون ونرمدها في القطايف محمصين بهذا الشكل. يعني الشوكولا تاعكم خلوها تبرد
مليح تحكم روحها باش تساعدكم في الخدمة وتجيكم الخدمة تاعكم بيان فيني. هذا هو الشكل تاعها، شوفوا كيفاش تجي. نروح نكمل الكمية اللي عندي كامل، نديرهم بهذا الشكل. أني بعد ما كملت الكمية اللي عندي نروح نزيد لها التزيين من فوق، ندير لها نص حبيبة تاع بندق مع لافيتور. أنا قلتلكم التزيين قاعد اختياري، كل واحد يدير كيما يحب، بس هاد البندق مع لافيتور يزيد يمدلها شكل بزاف شباب. ندير هاذوك البندقات في الشوكولا ومن بعد نلصقهم بهذا الشكل. نتمنى تكون الوصفة تاع اليوم عجبتكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا منها، ونتمنى تكونوا لا فيديو تاعي عجبتكم واستفدتوا. خلولي دي كومنتير شابين باش هكذا نزيد ندير لكم وصفات، وكذا شفت لي كومنتير شابين ودعموني نزيد لكم. وإلا راكم ني جام ني كومنتير ني والو خلاص ما نزيدش ندير. المهم يعطيكم الصحة، وكما يقولوا شكرا على المتابعة. توكا ما بقى لي غنقولكم تبقوا على خير. نتمنى نكون نفعتكم في حاجة. فيديو آخر إن شاء الله، واللي عندها أي استفسار ولا أي سؤال تدخل الانستغرام تاعي اللي هو تمازيغ كاتو. هذا هو. أي تبقوا على خير. باي باي.